مساعد أول معطاوي محجوب. سكن. ساكن بالقاعدة الجوية بسيدي سليمان. المهنة. مهنة طيار. كيف باش يلقي عليك الخبر؟ يوم 19 دجنبر أمرت من طرف القيادة العليا للقوات الملكية الجوية المغربية بأن أتدخل في عملية الزاق، لأن القوات المغربية كانت هناك محاصرة من طرف الثوار الصحراويين، وتدخلت. وأثناء التدخل أصيبت طائرتي بنيران ثوار صحراويين، واستعملت المظلة وهبطت، وفي تلك الأثناء ألقي علي القبض من طرف الثوار الصحراويين. واش من رتبة عندك؟ مساعد أول. شحال عندك وانت في الجيش المغربي؟ 16 سنة. يمكن تقول لنا يعني معنويات الجيش المغربي؟ يا أخ، معنويات الجيش المغربي بصفة عامة هابطة، وفي الظروف الأخيرة هناك كان فرصة من المسؤولين باش يدخلوا طائرة ميراج باش يرفعوا شوية من المعنوية ديال الجنود المغاربة. والظروف في المعنوية كانت ارتفعت شيئا ما، ولكن بعدما أصيبت طائرة الميراج الأولى المعنوية هبطت، والآن بعد أن أصيبت الميراج الثانية أنا ما عرفتش الوضع الحقيقي ديال المعنوية، ولكن أنا متيقن باللي زادت هبطت انخفضت، وربما تكون رجعت لحالتها العادية الطبيعية اللي كانت فيها قبل ما تدخل الميراج. شاركت في عملية قبل هذه ولا؟ شاركت في عملية محبس. ونجوت يعني؟ نعم. وكيفاش كانوا يقولوا لكم على الجيش الصحراوي؟ بقاش كانوا كيقولنا هناك مرتزقة، هناك كوبيين، هناك ماليين، هناك جزائريين، هناك ألمانيين، ولكن بكل صراحة احنا ما شفناش شي جزائري ولا شي ألماني ولا شي كوبي، وإنما ما شفنا غير صحراويين. وفي الحقيقة احنا الآن تفهمنا على الوضع الحقيقي